هي كتقول: تزوجت من واحد ارمل وكان عنده جوج بنات، وحده في عمرها 8 سنين واخرى 6 سنين. جبت معاه بنت ودابا في عمرها 3 سنين، لكن شاء القدر ان يموت زوجي في حادث سياره، ودابا راني عايشه انا والبنات بفلوس التقاعد ديال راجلي وكاريه، ولكن ما قدرتش على المسؤوليه، جاتني قاصحه بزاف. ربيبي عندهم خال واحد رفض رفضا قاطعا باش يعيشوا عنده، ودارنا قالوا لي حطيهم في دار الايتام، انت مسؤوله على بنتك فقط. ودابا راني في حاله يرثى لها، ما لقيت حتى حل. كنطلب منكم تساعدوني في ايجاد حل المشكله ديالي. ما تعرف الخير تجبرهم في داك البنات، ما تجبرهم شي حد اخر. والتقاعد اللي كتشدو تدوك البنيتات من حقهم ياخدو منه. واذا كنتي عتعمل الاجر كمل عليه، ما تعرف داك البنات جبر فيهم الخير. كل شيء هادي واحد يعني واحد الاجر عطاه لك ربي بين يدك، ما خصكش تضيع. هادشي اللي كنظن. جاوبوها نتوما.